يلا بينا بقى كده نعمل اسرع ساندويتش. بصوا سهل جدا وبسيط جدا. تعالوا كده نشوف عملناه مع بعض ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ النهارده بقى كان عندي كده في التلاجة لفه كده من الجلاش، والولاد عايزين حاجه غير طبعا بقى الطبيخ، غير المحاشي، غير اي حاجه دي. فقررت ان انا اعمل لهم حاجه سهله وسريعه، ساندويتش كده سريع وتحشيه طبعا الحشوه اللي تعجبك. فمسكت بقى لفه الجلاش دي كده وهنبتدي ان احنا نقطعها. تمام، ففردتها. انا طبعا بحب الجلاش البلدي، مش الجلاش المغلف يعني بتاع المصانع. بحب الجلاش ده بيبقى حلو جدا. فانا هقسم لفة الجلاش كده زي ما انتوا شايفين، اكنك بالظبط جايبة سمبوسة. فانا هقسمها كده على 4 بالظبط، يعني هقسم كل جزء على 2. هو ده كل اللي انا هعمله. طبعا سهلة جدا وطريقتها بسيطة قوي، وحاجة جديدة للولاد كده ايه ياكلوها وهم قاعدين. طبعا خصوصا كمان ان الجو كل ما بيحرر كل ما الولاد بتبقى عايزة حاجات سريعة. اهو شايفين بالشكل دوت. طبعا ورقه بسم الله ما شاء الله، ورقه حلو قوي. حتى المتقطع دوت انا باخده ما برموهوش، هنستخدمه. فهبتدي بس ان انا افرطهم كده من بعض. هنا بقى كده هنبتدي ناخد من ورق الجلاش 3 ورقات بالظبط، لان طبعا الجلاش اخف من السمبوسه. في ناس بتحب تعمل بالطريقه دي، شايفين، تدهن كده سمنه وتحط الحشوه وتبتدي تلف الجلاش بتاعها. انا مش حابه كده، انا بس حبيت اوريكم الطريقه. انا معايا هنا جبنه متشكله موتزاريلا على شيدر، ومعايا كمان حبة كده من البسطرمة كانوا عندي، ومعايا كمان علبة جبنة دومتي. اي حشوة بقى متوفرة عندك احشيها. دي اول طريقة. الناس تحب تحط كده حتة سمنة من جوه وتلف الساندوتش بتاعها او الجلاش بتاعها. انا بحس ان هي كده بتبقى دسمة قوي، فانا مش هعمل بالطريقة دي، بس انا حبيت اوريها لكم بس كده. اهو تبتدي تلفي اكنك بتلفي بالظبط كده ايه السمبوسة، اهو بالشكل ده كده. وتحطي على جنب لغايه بقى طبعا ما ايه هتبتدي ان انت تخلصي الكميه بتاعتك كلها. بصوا شكلها حلو جدا وسهله وبسيطه. هناخد برضو 3 ورقات. بس انا هنا بقى مش هدهن اي سمنه خالص نهائيا علشان ما تبقاش دسمه على الاولاد، عايزاها تبقى خفيفه. هحط الجبن على طول، وهحط بقى البسطرمه بتاعتي، وهبتدي ان انا برضو ايه الفها زي ما لفتها كده. اللفه بتاعتها سهله وبسيطه جدا. السمبوسه برضو انا كنت بعملها برضو في رمضان بنفس الطريقه، بس ما كنتش بعرضها لكم لاني كلكم بتعرفوا ان انتوا تعملوها. اهي بنفس الطريقه دي كده. هخلص الكميه اللي معايا كلها. تمام، هتطلع كميه حلوه جدا وكميه وفيره. وزي ما قلت لك اي حشوه متوفره عندك حتى ولو جبنه قريش تنفع ان انت تحشيها. يعني بصي لدرجة ايه اي حاجة متوفرة عندنا نحشي بيها. تمام، ما تنسيش بقى يا بطة يا وزة يا حلوة انت وهي تحطي اللايك بتاعك، ولو اول مرة تشوفيني تعملي لي اشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد على قد الايد. انا حابة اشكر كل الناس الجديدة اللي دخلت عندي على اليوتيوب، وكل اللي بيكتب لي تعليق حلو بقول له شكرا بجد، بتحمسني وبتخليني ان انا اكمل. ان شاء الله هكمل بيكم ومعاكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب اكون بقدر ان انا اقدم لكم حاجات بسيطة وخفيفة تكون بتعجبكم. هنا بقى انا حطيت بقى ايه واحدة كده بقى ايه من الدومتي، معلقة كده من الدومتي محترمة. وهبتدي ان انا برضو الفها زي ما لفيت الاولانية بنفس الطريقة كده اهو. تجيبيها كده تجيبيها كده، هي كلها هتتلف معاكي وهتطلع معاكي مظبوطة كده. حطيت الطاسة على النار وهنزل فيها بمعلقة من السمنة، وهنبتدي ان احنا ننزل السندوتشات بتاعتنا في السمنة ديت. انا حطيت معلقة واحدة كافية ان انا اعمل بيها الكمية اللي معايا كلها، لاني الحمد لله يعني اللهم بارك. لفة الجلاش عملت كمية حلوة. هي بتعتبر اللفة لما بشتريها من بره من عند الراجل حوالي نص كيلو ازيد شوية يعني. فبسم الله ما شاء الله بتبقى حلوة جدا. هتسمي الله وتصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهننزل بقى السندوتشات بتاعتنا كده، وما تعليش النار عليها، خلي النار لا واطيه لا متوسطه لغايه ما تبتدي ان هي تاخد اللون كده معانا وتتحمر من تحت. نبتدي ان احنا نقلبها على الناحيه التانية. انا هو زي ما انتم شايفين كده بوطي النار عليها. هنا بقى كده اللهم بارك نبتدي ان احنا نقلب كده. بص اخدت لون حلو قوي. تبتدي ان انتي بقى تقلبيهم واحده ورا واحده كده بالراحه، بالشوكه بمعلقه باي حاجه. اهم بسم الله ما شاء الله حلوين جدا جدا. طريقتها حلوه وسهله. اللفه ذات نفسها حلوه، يعني المثلثات دي بتبقى اخف شويه، او الولاد يعرفوا يمسكوها عن لما بتبقى مربعات.
هنا بقى كده ده نص الكمية بالظبط من اللي اتعملت يعني. فبصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حلوة جدا، بصوا تحفة قوي، حلوة جدا، مقرمشة من بره طرية من جوه، الحشوة كمان حلوة وما طلعتش منها مسحتش، الكلام بقى اللي بيحصل مع اكتر الناس. اللهم بارك، ادي اهو، بصوا الجمال، حاجة بسم الله ما شاء الله حلوة قوي. تقدري بقى تعمليها لولادك، سهلة وسريعة ومش هتاخد في ايدك وقت خالص نهائيا. وطبعا باي نوع بقى، اي حشوة هم بيحبوها. يا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم، واقول لكم السلام عليكم.